السلام عليكم. ندخل معكم في القصة مباشرة بلا ما نطول عليكم. انا سميتني نعيمة، 26 سنة، تزوجت زواج تقليدي، يعني زواج العائلة. غير الوالدين تاع الراجل هما اللي جاو خطبوني. راجلي مني تزوجت به كنا عاديين. طلب مني قال لي انه غادي نعيشوا مع والديه. الاب ديالو كان توفي وعنده غير مو اختو، داكشي علاش كان باغينا نعيشوا معاهم في الدار. الدار كانت كبيره، وبحكم انه كان هو الراجل الوحيد اللي عندهم ما كانش باغي يخلي مو واختو بوحدهم. طبيعه الحال اختو راه غيجي شي نهار وغادي تزوج، ومو ما غاديش يخليها بوحدو. قلت ماشي مشكل. في الاول بانوا لي ظريفين، قلنا هانيه عادي، اي واحد في الاول كيسكن مع والديه. دازت على ديك المده، المهم عام حنايا قررنا من راسنا انا وياه اننا ما نولدوش داك العام، يعني نخليو الولاد شويه من بعد حتى يجمع واحد شويه ونستقروا مزيان. كانت لوستي وعقوزتي شويه مزيانين معايا داك العام، مره كنتناقشوا ولكن كنرجعوا عادي. حتى داز داك العام اخوتي كما قلت لكم، شويه بدات كتغير التصرفات ديالهم، ولاو كينقروا عليا بزاف وتينقروا عليا حتى بخصوص هاد الاولاد. يعني مازال ما ولدتي وهذا، قلت لهم بان داكشي راه كان الاختيار ديالي انا وياه، متفقين انا وراجلي. بدات دائما نقير دائما هادي، شويه بداو كيتعاملوا معايا خايب. التصرفات ديالهم تبدلت معايا وخايب، كيحاولوا يتامروا عليا، ديري هادي صوبي لنا فطور، صوبي لنا هادي. عادي في الاول كنا كنديروا داك الشغل مشروكين انا ولوسي، ولكن في الاخر من فات داك العام بدات كتبدل عليا كلشي، ولاو كيخليو الشغل كاع عليا، وكتجلس هي وامها على الضحك والنشاط والفرجه ويتفرجوا وانا يخلوني ندير كلشي الشغل. المهم داز على داكشي واحد المده، شويه ما بقيتش كنصبر، بدات يهضروا هذا وليت كنرد عليهم الهضره. هما ما عجبهمش الحال حيت ولفوا فيا ظريفه ومواطيه راسي. بداو تيضربوني حتى لواحد النهار، وبداو كيضربوني. ضربوني واحد المره، سكت ما قلتهاش لراجلي. عاوتاني واحد المره اخرى عاود هكاك ضربوني. قلتها ليه، ملي قلتها ليه هو ما تيقش، بحال تيق بحال ما تيقش. المهم ما قال والو، كان بين ليا بحال الا ما تيقش. ولكن ديك الهضره ملي مشى لخدمتو بدات كدور ليه في راسو. حتى لواحد النهار اخوتي كان هابط واحد جارنا من الفوق، ساكن فوق منا، هابط وهو كيسمع غواتي وهما كيغوتوا عليا وتيضربوني، وانا تنقول لهم حشومه عليكم هادشي اللي كديروه فيا. المهم سمع داك جارنا هكاك. في ديك العشيه فاش رجع رجلي من الخدمه تلاقى معاه حدا باب الدار، وقال لي سمح لي اخويا راه غادي نهضر معاك بحكم الجوره وبحكم داكشي اللي تيوقع، راه ما قدرتش نسكت عليه، راه حشومه، انت راه عندك بنت الناس وحشومه داكشي اللي تيوقع فيها. قال لي شنو؟ عاود ليه السيد شنو كاين. قال لي شنو كاين. من تما راجلي قرر انه يعرف اشنو وقع. فجاب دوك الميكروات اللي كيسجلوا الصوت والصداع، ركب واحد في الصاله ودار واحد في بيت النعاس باش يعرف شنو كاين. جا النهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث وكيسمع لدوك التسجيلات وما تيلقى والو، حتى لواحد النهار اللي ناضوا ليا النيت بالمخاصمه وهذا، نوضي ديري اتاي، نوضي ديري الفطور، نضت الفطور، والوقيته اللي غادي نجيب لهم الفطور قلبوا عليا بداو تيغوتوا عليا وهذا وقلبوا عليا البراد ديال اتاي. بديت انايا كنغوت، حشومه عليكم، شنو هادشي اللي كديروا فيا، شنو هادشي اللي كديروا. المهم منين جا هو سمع التسجيلات، جيت انا باش نعاود ليه كلشي، عاودت ليه ولكن هو شد التسجيلات وسمع كلشي. وجا لعند مو اختو وقال لهم حشومه عليكم، اش هادشي اللي كديروه. تما يا قرر قال لي صافي جمعي حوايجك، جمعي باليستك، الكرا راه موجود، غادي نخرجوا دابا نكريو. بقات الوالده ديالو كتغوت وتبكي وتقول ليه لا انا راضي عليك ولدي ما تمشيش. قال لي هلا صافي الوالده، انا راه غادي نبقى نطلع لك مره ومصروفك غادي نبقى نصيفطو لك، ولكن راه حشومه هادشي اللي كديروه لبنت الناس. واش انت بنتك الا زوجتيها ترضي عليها عكوزتها ولوستها يبقاو غير كيضربوا فيها ويديروها كالخدامه؟
راه واخا تكون هادي حتى ماشي من الناس وما نكونش حتى جايبها من دارهم، راه حشومه، راه من الانسانيه، راه بنادم هادي ماشي حيوان. صافي اخوتي داكشي اللي كان. مشى خرج ما كاملاش نص ساعه مع السمسار دغيا لقى الكرا، جا لقاني جمعت الحويجات، جمعت داكشي غير حويجاتنا، قال لي جمعي غير الحويجات. دينا حويجاتنا وخرجنا. عيات ما تهضر مو ما داهاش فيها، قال لها المهم امي هادشي اللي كاين، مصروفك رانا غادي نبقى نصيفطو ليك ومره مره غادي نبقى نجي نطلع ليك حيت كتبقاي فقط امي. ايوا مشينا خوتي وكرينا وشويه شويه بدينا كنفرشو غير فراش عادي على قدنا وصافي. المهم نبعدو من الصداع، بعدنا من الصداع عشنا هانيين. مره مره كيطلع ليها واخا هي حاولت شحال من مره تطلب السماح. كنتمنى قصتي تعجبكم وشكرا لكم بزاف.